مصريين في جائزة نوبل بارت 2. ليه نجيب محفوظ أخد جائزة نوبل؟ في 1988 كنا على ميعاد مع أول عربي يحصل على جائزة نوبل في الأدب، وطبعا جائزة نوبل في الأدب بتتاخد على مجمل أعمال، يعني كذا رواية من روايات نجيب محفوظ مش رواية واحدة بس. ركز معايا بقى عشان هم كتير الصراحة. أذواق المدق واللص والكلاب وحضرة المحترم وثرثرة فوق النيل والمرايا، وطبعا الثلاثية بتاعته بتاعت بين القصرين والسكرية وقصر الشوق، وأخيرا وليس أخيرا رواية أولاد حارتنا. الرواية اللي عليها جدل كبير جدا يعني من ساعة ما انتشرت في 1959، ده بما تحتويه كما ذكر قراءها يعني على وصف القصص الانبياء، فقبلت بالرفض في البدايه وبعد كده اتمنعت من النشر من قبل الازهر شخصيا. رجع الكلام عليها من بعد جائزه نوبل، حتى انه اتقال انه هو اخذ نوبل بسببها، لكن بصراحه يعني لا، هو ما خدش نوبل بسببها، لان في الحفله نفسها تم ذكر الاعمال اللي اخذ عليها نوبل، اللي كان كذا عمل اللي انا ذكرتهم لك، ما كانش بسبب اولاد حارتنا بس لوحدها. ولا انت بقى يا معلم، هل شايف ان نجيب محفوظ اخذ نوبل عشان اولاد حارتنا بس، ولا باقي اعماله عادي؟ ولو انت من عشاق نجيب محفوظ وبتقرا رواياته، رشح لنا حاجه في الكومنتات.